ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنبدأ بقى مع بعض النهاردة نتعلم اساسيات الوورد. انا عايزك بس قبل ما نبدأ لازم تاخدها واحدة واحدة، حتى لو فاهم بعض الحاجات لازم تطبق ورايا مرة واتنين وتلاتة علشان تحفظ الحاجات ديت وما تنساهاش. احنا اول حاجة هنعملها وهي ازاي نفتح برنامج الوورد. تابع معايا. هنضغط على ويندوز وحرف الار، هيفتح لنا قائمة رن. هنكتب فيها الكلام ده وين وورد زي ما انت شايف، من غير اي مسافة ومن غير اي حاجة زيادة انا عملتها. هتكتب وين وورد وبعد كده هتضغط انتر. زي ما انت شايف بيحمل معانا وفتح. اول ما بيفتح معانا برنامج الوورد بيجيب لك قوالب جاهزة. يعني ايه قوالب؟ يعني حاجات كده بستايلات انت بتختار منها وبتبدأ بقى تعمل فيها الشغل بتاعك. لكن احنا كل اللي يهمنا هو اول اختيار على الشمال فوق. هنضغط عليه ضغطة واحدة. زي ما انتوا شايفين فتح لنا الحاجات دي. احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي نحفظ الملف اللي احنا عملناه وازاي نفتحه. تابع معايا. انا دلوقتي كتبت مثلا الكلمة دي، تمام. علشان احفظ الملف هضغط على كلمة فايل، وهنيجي عند كلمة سيف از. بلاش كلمة سيف دي لان في اختلاف كبير بينهم. هنضغط على كلمة سيف از وهنضغط على الاختيار ده. هيفتح لنا زي ما انتوا شايفين الحاجات دي. احنا طبعا عايزين نحفظه فين؟ وليكن على الديسك توب. هنضغط على الديسك توب وهنيجي هنا هنكتب اسم الملف بتاعنا. زي ما انت شايف هو مكتوب، مش مشكلة. هنكتب مثلا سالم رزق. دلوقتي انا عايز احفظه وورد. لو جيت تحت بقى هنا وضغطت هيظهر لي حاجات كتير جدا. ايه الحاجات دي؟ انا عايز احفظ الملف ده وورد. هختار اول اختيار زي ما انت شايف كلمة وورد. طيب انا لو عايز احفظه بي دي اف، لو نزلت تحت على كلمة بي دي اف وضغطت كده هتحفظ معايا بي دي اف. زي ما انت شايف في حاجات كتير جدا هنا. تقدر تحفظ الملف بتاعك زي ما انت عايز وعلى حسب استخدامك. انت عايز تحفظه زي ما قلت لك وورد بتختار الوورد، عايز تحفظه بي دي اف بتختار البي دي اف. لو عندك اي حاجة تاني غير اللي احنا قلناهم بتختارها من هنا. احنا مثلا عايزين نختار وورد لان ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. هنختار اول واحدة وهنضغط على سيف. ولو خرجنا خالص زي ما انت شايف هتلاقي الملف بتاعنا اللي احنا حفظناه ظهر معانا. طيب عايزين نفتحه، هتضغط عليه دبل كليك. زي ما انت شايف فتح معانا بكل سهولة. فدلوقتي بقى ندخل على الحاجات اللي بعد كده. انا دلوقتي عايز اكتب بالعربي. اعمل ايه علشان اكتب بالعربي؟ اول حاجة لازم تعملها وهي انك تختار التنسيق. التنسيق بنختاره من فين؟ شايف كلمة هوم اللي انا واقف عليها ديت؟ هنضغط عليها وبعد كده هنروح تحت هنا عند الحاجات اللي انت شايفها وهنختار دي. زي ما انت شايف بمجرد ما هنضغط عليها المحاذاة هتروح على اليمين، ودي اسمها محاذاة كده راحت على اليمين. هنبدأ نكتب مثلا كتبنا الكلمة اهوت والدنيا تمام. طيب دلوقتي انا عايز اخليها في النص. اعمل ايه؟ انا لو جيت من هنا على طول واخترت في النص اهي زي ما انت شايف جات معايا على طول في النص. طيب انا دلوقتي عايز اكبر الخط. هعمل ايه؟ في الخط هيختلف الموضوع شوية. ليه؟ لانك في المحاسبة بمجرد ما تضغط الخط بيروح في الحتة اللي انت عاوزها. لكن في حجم بقى الخط لو كبرت زي ما انت شايف مفيش حاجة هتكبر. انت شايف انا بكبر الخط مفيش حاجة بتكبر. ليه بقى؟ لانك لازم تظلل الخط بالكامل زي كده. وهتضغط على السهم ده من قائمة هوم برضو وزي ما انت شايف بقى شوف الخط بدأ يكبر معايا. الخط كبر معايا تمام. انا دلوقتي عايز اغير شكل الخط. هعمل ايه؟ هحدد الخط اللي انا عايز اغيره كله كده وهروح فوق جنب الحتة اللي احنا كبرنا منها حجم الخط على السهم ده. زي ما انت شايف هنضغط ضغطة. زي ما انت شايف فتح لي حاجات كتير جدا. بس هنا جايب لي ال الكلام اللي بيتغير انجليزي. طيب مفيش اي مشكلة. انا لو عايز اغير الانجليزي بس اهو انا كده غيرت الانجليزي. طب انا عايز اغير العربي. هحدد على العربي بس وبعد كده هنروح على الخط وهنروح ندور بقى على الخط العربي بتاعنا ونغيره زي ما احنا عايزين.
زي ما انت شايف الخط بيتغير معانا اهو. انا مثلا هختار الخط ده. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اخلي الكلمة شكلها تخين، اعملها ازاي؟ هحدد مثلا الكلمة كده، واروح فوق بقى فين؟ عند حرف البي ده، وهضغط عليه ضغطة. زي ما انت شايف الكلمة بقت عاملة ازاي. شوف لو ضغطنا عليه تاني، شايف الفرق؟ انا لو عايز اخلي الخط مايل اللي جنبها على طول، لو ضغطت عليها هتخليهولي مايل ناحية اليمين. لو عايز اعمل خط تحته، نفس الكلام، الاختيار اللي جنبه عملت خط. طيب انا لو عايز اغير شكل الخط اللي تحت ده علشان مش عاجبني، هعمل ايه؟ هروح على السهم الصغير ده اللي جنب الاختيار ده، زي ما انت شايف انا معلم لك عليه، وهضغط ضغطة واحدة، وهختار بقى هنا الخط اللي انا عايزه. ما تغيرش معانا. ليه ما تغيرش معانا؟ عشان زي ما قلت لك لازم تظلل على الخط. هنظلل على الخط، وهنضغط على السهم بتاعنا تاني، وزي ما انت شايف اتغير معانا بكل سهولة. طيب انا دلوقتي عايز اغير اللون، هعمل ايه؟ هروح برضو على الكلمة اللي انا عايز اغير اللون بتاعها، وهظلل عليها. لازم تظلل على الكلمة كلها علشان اللون يتغير معاك. انا حددت الكلمة اللي انا عايز اغير اللون بتاعها، وهنروح هنا على حرف الاي ده زي ما انت شايف، هنضغط عليه ضغطة. وزي ما انت شايف كده انا لما رحت على اي لون بيبدأ يتغير معايا. طيب الالوان ديت مش عجباني، انا الالوان ديت انا مش عايزها، انا عايز لون تاني. هننزل على اول اختيار تحت، هيفتح لنا حاجة كلها الوان، نختار منها هنا اللون اللي احنا عايزينه. انا وليكن مثلا اخترت اللون ده مثلا. شايف اتغير معانا ازاي؟ ونفس الكلام هنا، هظلل مثلا على نص الكلمة كده، وهسيب الباقي، وهاجي اغير اللون. شوف ايه اللي حصل؟ علشان انا حددت نص الكلام بس هو اللي اتغير معايا بس. فمهم جدا لازم تحدد كل حاجة علشان اللون يتغير معاك. طيب حد يقول لي انا عايز اعمل خط في نص الكلمة كده، اعملها ازاي؟ هقول لك هتحدد برضو على الكلمة اللي انت عايز تعمل فيها الخط، وليكن دي مثلا. انا حددت على الكلمة اهو، وهنروح فوق على علامة الاي بي سي دي، وهضغط عليها ضغطة واحدة. زي ما انت شايف عملت لي خط في نص الكلمة. طيب انا دلوقتي انا عايز الكلمة ديت تبقى صغيرة تحت، مش عايزها بالشكل ده. هعلم عليها زي ما انت شايف كده، وهنروح فوق على علامة الاكس، شايف رقم 2 تحت. انا لو ضغطت عليها شوف بقت لي تحت. طب لو ضغطت على الاكس وعلامة الاتنين اللي فوق، هتخليها فوق الكلمة. فديت مهمة جدا لو حابب مثلا زي ما انت شايف كده تحط اي كلمة فوق او تحت. انا شرحت لك دلوقتي شوية الحاجات اللي فوق اللي في هوم. لسه طبعا معانا حاجات كتير جدا، وانا يعني علشان انت ما تملش يعني انا هحاول اقسم لك الفيديوهات يعني بحيث ان هي ما تبقاش كبيرة يعني. فهنراجع تاني بسرعة على اللي احنا عملناه. دلوقتي احنا خلصنا كتابة هنا. انا دلوقتي عايز اسيف الحاجات اللي انا عملتها او اسيف الصفحة دي. هعمل ايه؟ هنراجع بسرعة برضو على الحاجات اللي احنا خدناها. هنروح على كلمة فايل، هننزل تحت على كلمة سيف از. بلاش سيف ديت يا شباب. هنضغط على سيف از، وهنضغط على الاختيار ده. هيفتح لنا زي ما انتوا شايفين الحاجات دي احنا شرحناها، بس لازم اعد لك عليها تاني علشان ما تنساش. انا دلوقتي هختار المكان اللي انا عايز احفظ فيه الملف بتاعي، وافضل حاجة بالنسبة لك كمبتدئ هتختار الديسكتوب. تمام. ونيجي هنا هنكتب مثلا وورد، وبعد كده هننزل تحت ونختار الامتداد اللي احنا عايزين نحفظ بيه الملف بتاعنا. طبعا زي ما قلت لك ده بي دي اف وده وورد، احنا كل اللي يهمنا الوورد. ليه انا بقول لك ده بي دي اف وده وورد وما قلتلكش على باقي الحاجات؟ لانك انت اصلا كل اللي انت هتحتاجه في الكورس ده الوورد. فانا بقول لك على الوورد والبي دي اف لان دول اهم اتنين انت ممكن تحتاجهم في اي شغل. هنختار الوورد، وهنضغط على كلمة سيف، وهنخرج. زي ما انت شايف اتسيف معانا ملفين، ده القديم اللي احنا عملناه وده الجديد. وبكده يا شباب احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا رب تكون استفدت وتكون الحلقة عجبتك. ما تنساش تعيدها مرة واتنين علشان تفهم وعلشان تحفظ الحاجات اللي احنا قلناها. وان شاء الله بإذن الله مكملين مع بعض، ولسه في حاجات كتير جدا جاية. فانا مش عايز اطول عليك ومش عايز اخلي الحلقة كبيرة علشان ما تملش. اشوفك على خير في الحلقة اللي جاية ان شاء الله.